وهي نقطة الامبيريكال versus الثيوريتيكال. عشان دي نقطة برضه مهمة لازم تبقوا فاهمينها، خصوصا في مجال الاي اي بالذات يعني. عندنا حاجة اسمها empirical وحاجة اسمها theoretical. في مجال الاي اي بالذات يعني، انا طبعا مشفتش ده في مجالات تانية اكتر خالص صراحة يعني. بيبقى ساعات بناخد decisions based على empirical results. يعني كاكزامبل في التريننج بتاع النورال نتورك، في الديب ليرنينج يعني، انت ممكن تخلي الموديل يبص على الداتا كلها ويعمل على، وبعد كده ياخد ستيب، يعني ياخد gradient descent ستيب في اتجاه ان هو يقلل اللوس بعد ما يبص على الداتا كلها، او ان هو يبص على حتت من الداتا. يبص على مثلا لو هو مثلا 100 سامبل، يبص على 20 وياخد ستيب، بعد كده 20 وياخد ستيب، بعد كده 20 وياخد ستيب، بعد كده 20 ياخد ستيب، بعد كده 20 ياخد ستيب 5 مرات. او اديله 100 في ستيب واحده ويعمل ابديت بيست على كده. theoretically لو اديته ده كلها المفروض ده بقى احسن، المفروض هو كده ياخد ستيب بحيث ان هو يساتسفاي كل النقط، يعني المفروض ده احسن theoretically. empirically actually ساعات كتيره بان انت لو دخلت له النقط 20 20 او باتش كباتشز، يعني بنسميها باتشز، ده actually ساعات بيبقى احسن. ليه يعني؟ هي empirical مع ان انت يعني practically او في الحقيقه لما تيجي تجرب الحاجه دي بتشتغل، ده معناه ان هي empirical يعني. فامبيريكلي ليه ممكن الناس بقى ثيورايز ليه؟ يعني الناس تقول لك مثلا ده يمكن عشان ان هو مثلا عن طريق لو بص على الباتشز بتاع الداتا ده ممكن يخليه ياخد، يعني ان هو كده في 5 باتشز خد 5 ستيبس، فيمكن ده خلاه يعرف يميك مور بروجرس. يعني مثلا النويز مثلا ممكن يطلع يزقه في اتجاه ما كانش هيروحه لو بص الداتا كلها. يعني في ديفرنت ثيريز للموضوع. بس عامة في مجال الاي اي بالذات لازم تعرف تريسبكت الامبيريكال ايفيدنس والثيوريتيكال ايفيدنس، وغالبا بيبقى موجود الاثنين. فعلى طول لما مثلا حد، لو انا في الدي ال في الام ال في اي حاجه، لو انت بتسمع فيديو، بتسمع توتوريال، بتسمع ليكشر، يعني لو قال حاجه ثيوريتيكال على طول ما تاخدهاش فور جرانتد. يعني ممكن يكون هي جود رول اوف ثumb، بس ساعات ويا ساعات مش قليله يعني صراحه، هتلاقي ان ساعات ممكن امبيريكلي في الداتا سيت بتاعتك، في الكونديشنز بتاعتك، بالموديل بتاعك، بالوات ايفر، اللي انت تمشي ضد الرول ده ممكن يبقى احسن. ممكن. فيعني دي بس نقطة حبيت اتكلم فيها يعني، عشان هي بريزنت بشكل كبير في مجال الاي اي بالذات يعني. طيب في نقطة بقى مشكلة ايشيو في الموديل ده، خلينا نتكلم فيها سريعا يعني. لما النمبر اوف كلاسز اللي هو كي مثلا، لما كي يكون اكبر من او ايكوال 3، يعني يكون اكتر من 2، بيبقى ساعات بيحصل حاجة اسمها كلاس ماسكينج. يعني ايه؟ خلينا نبص على ده في في الجراف ده. الداتا سيت موجوده اهي، وزي ما انتم شايفين هو 3 ريجنز، والريجنز فيري ايزلي سيبرابل، يعني زي ما هي في الجراف ده كده خطين يسيبريتهم، موضوع بسيط يعني. وفعلا لو انت استخدمت موديل زي ال دي اي او اللينير ديسكريمنت اناليسيس اللي احنا قلنا عليه قبل كده، يعني هيسيبريتهم من غير اي مشاكل. لكن لو دخلت الداتا دي على اللي هو اللينير ريجريشن اون انديكيتور ماتريكس اللي احنا بنتكلم فيه، هيطلع لك الشكل ده. فاللي هو كانه طنش خالص وجود الباوندري اللي في النص. طب ليه ده حصل؟ لو انت بصيت على السكور بتاع كل كلاس، يعني في الاخر بنقول ايه؟ ان هو كل كلاس ليه سكور، عشان كل كولوم ليه موديل، فكل كلاس ليه موديل، فكل موديل بيطلع سكور. لو بصيت على السكورز بتاعت الموديل هتلاقي حاجه شبه كده لو عملتوها فيجوالايز يعني. دي البوينتس بتاعت التريننج داتا يعني. هتلاقي في بوينتس السكور بتاعها في الاخضر قليل وفي البرتقاني عالي، فكده في الحاله دي هيطلع برتقاني، يعني كده هيطلع اورنج. كل النقط اللي هنا دي كده اورنج، وكل النقط اللي هنا دي جرين ككلاس يعني. بس هتاخد بالك ان هو في مشكله، ان الخط الازرق اللي هو الكلاس اللي في النص، السكور بتاعه عمره ما بيبقى دوميننت. يعني في الريجن ده الاورنج اعلى فاليو، في الريجن ده الجرين اعلى فاليو، البلو عمره ما بيبقى دوميننت فاليو، فعمره ما بيبقى هو اعلى فاليو، فعمره ما بيتحط له كلاس، عمره ما بيبقى ده الاوتبوت هو الازرق. ده افكت بيحصل يعني، كل ما كلاس يعلى كل ما ده احتمال انه يحصل اعلى. يعني مثلا لو عندنا 4 كلاسز، الموضوع هيبقى الشانس ان هو يحصل تبقى اعلى كمان. ف هم لقوا ايه؟ ان انت يعني الجراف اللي على اليمين ده ايه؟ ده نفس الداتا ونفس كل حاجه، بس دلوقتي زود اكس سكويرد في الفانكشن. يعني دلوقتي بدل ما هي كانت اكس واكس 1 اكس 2 اكس 4، بقى عندك اكس 1 سكويرد اكس 2 سكويرد هكذا، فبقى عندك ديجري 2. هتلاقي ان اكشلي البتاع اشتغل. يعني هتلاقي دلوقتي بقى عندك في كل بوينت في دوميننت فاليو، يعني هنا الاورنج، هنا البلو، هنا الجرين، يعني بقى في دلوقتي دوميننت فاليوز في والازرق بقى ليه بريزنس.
فهتلاقي ان هو دي قصادها الجراف اللي فوق ده، فهتلاقي ان هي بقى دلوقتي في باوندريز للثلاثه يعني. فهو لقى ان انت لو عايز تعمل عايز تعمل موديل لينير ريجريشن بانديكيتور ماتريكس اللي احنا بنتكلم فيه ده، لو عايز تخليه يشتغل لازم يكون الديجري بتاع البولينوميال بتاعه بيساوي كي ماينس 1 على الاقل، يعني عشان تضمن ان هو ما يحصلش ماسكينج. يعني في الحاله دي هو 3 كلاسز، ف 3 ماينس 1 ايكوال 2، فانت محتاج ديجري 2 عشان تضمن ان الماسكينج ما يحصلش. لو عندك 5 كلاسز هتحتاج ديجري ايكوال 4 عشان تتاكد ان الماسكينج ما يحصلش، وهكذا يعني. و كاكزامبل برضو ده تاني على ده، في داتا سيت زي دي مثلا، دي فاولز، يعني انت بتاخد داتا وتبريدكت فاول معين. الفاولز دي طبعا 11 فاول او 11 فاول، والداتا فيها 10 دايمنشنز. مش مهم ايه الدايمنشنز، مش مهم ايه الداتا، بس يعني لو دي ان هي داتا يعني فيري ديفيكولت، دي داتا صعبه قوي ان انت تعملها كلاسيفيكيشن، عشان انت باصص هنا يعني في بنفسجي هنا، في بنفسجي هنا، في بنفسجي هنا، في مش عارف ازرق داخل في كل حته، الحاجات مش لينير سيبربل بسهوله، هتقعد تخش جوه بعض، فاهم؟ فالداتا دي very difficult to separate يعني. فلو عملنا اللي هو linear regression on indicator matrix، تلاقي ان السكور بتاعه لحظة، اللي هو اللي تحت ده، هتلاقي الايرور بتاعه 67%. الموديل اللي هو linear descriptive analysis اللي تحتيه على طول 56، ده فرق كبير يعني، ده فرق حوالي 4 و 11 11% difference، ده فرق كبير. فهو احد الاكسبلانيشنز ده ايه، ان المودلز اللي تحت دي اللي هي ال دي اي وكيو دي اي وال ار لوجيستيك ريجريشن ما عندهاش الايشو بتاعت الماسكينج، فعشان الايشو دي مش موجوده، السكورز عامه بتاعتها بتتحسن. فده احد الفاكتورز، بقول ده الفاكتور الوحيد، بس بقول ده احد الفاكتورز ان هو السكورز دي احسن من الريجريشن انديكيتور ماتريكس، ان الماسكينج ده ما بيحصلش. اوكي. بس يعني